ازيكم؟ النهاردة جايب لكم قصة قديمة بس بشكل مختلف تماما. حكاية الغرور، التمرد، واختيار المصير. زمان جدا قبل ما الإنسان يجي، الدنيا كانت مختلفة، والأرض مسكونة بكائنات مفسدة اسمها الجن. أمر الإله ملائكته إن هم يطهروا ظهر الكوكب من الجن تمهيدا لجنس جديد هيحكمها باللي عليها. في روايات بتحكي عن كائن اسمه عزازيل. البعض بيقول إنه كان من الجن، اتربى في السماء بعد ما الملائكة طهرت الأرض من فسادهم. والبعض التاني بيقول إنه كان ملاك أصلا، جميل ومهيب، معروف بجماله وطاعته، عشان كده كانوا بيسموه طاووس الملائكة. عزازيل كان شايف نفسه فوق الكل، دايما مميز ومفيش حد زيه، وكان دايما بيقول إنما ملكت إلا لأني عظيم. لكن في لحظة واحدة كل ده اتقلب لما الإله قرر إن ده وقت ضيافة مخلوق جديد، البشر الأول آدم. تخيلوا المشهد معايا. آدم تمثال ضخم من طين، طوله حوالي 37 متر، شكله لوحده مثير للخوف. الملائكة كلها كانت بتتفرج عليه في صمت، مش حابة حتى تقرب منه. بس عزازيل بجرأته المعتادة بيقرب، يلمسه ويتحسس جسمه، يدخل من بقه ويخرج من دبره. ولما عرف انه اجوف ابتسم بسخرية وقال: لئن سلطت عليك لأهلكنك. بعد 40 يوم اللحظة الحاسمة وصلت. الإله جمع كل حاجة في السماوات العليا عشان يحضروا الحدث العظيم ده. عزازيل جاي مع الجموع الغفيرة دي وقلبه حاسس إن في حاجة مش صح، اليوم ده مش هيعدي على خير. نفخ الإله من روحه في آدم. المشهد مهيب. آدم بيبدأ يتحرك، الحياة بتجري في جسمه. فتح عينيه وشاف الجمال. حاول يروح لشجرة عشان ياكل منها، بس كانت لسه الروح ما اتدبتش في رجله. الملائكة كلها في حالة ترقب، مش فاهمين ايه اللي هم بيشوفوه ده. وهنا صدر الأمر الإلهي: اسجدوا. صوت قوي يهز السماوات. كل الملائكة بدون تردد سجدت إلا عزازيل. عزازيل فضل واقف وسط صمت رهيب، والكل باصص عليه. بص عزازيل يمين وشمال، بص للجموع السجدة، وبص لآدم، وقال بصوت مهيب وعيونه مليانة كبر وغضب: انت عايزني أنا اللي خلقتني من نار أسجد لده؟ ده مخلوق من طين، أنا أحسن منه، أنا أسمى منه، إزاي بتفضلوا عليا؟ كلمات خرجت زي الرعد، والمشهد اتحول لصدام بين الكبر والطاعة. لكن اللحظة دي كانت النهاية لعزازيل. غروره خلاه يعصى، ورفع الأمر: الطرد من الجنة. عزازيل اللي كان مهيب، جميل، طاووس الملائكة، اتحول لمتمرد خسيس. طرد عزازيل من الجنة فصار ملعونا، عصى الأمر فصار شيطانا. بس الرواية ما خلصتش هنا. في قصص تانية بتشوف عزازيل، أو زي ما بيتقال عليه في ثقافات تانية لوسيفر، من زاوية مختلفة. إنه مش مجرد متمرد، ولكن كان كيان فضولي ومحب للمعرفة، واللي بتعرف باسمه النظرة التنويرية وتمجيد جانب النور. لوسيفر لما شاف حواء وفضولها ناحية الشجرة المحرمة قرر يساعدها. كانت النتيجة إن آدم وحواء أكلوا من الشجرة وعرفوا الفرق بين الخير والشر. طب إيه هي الشجرة دي؟ دي يا سيدي شجرة المعرفة، شجرة الخير والشر. يقال إن محدش كان عارف الخير والشر في صورته الأقصى غير الإله. عشان كده الإله ما كانش حابب ولا عاوز إن آدم وحواء يتشبهوا بيه، وهكذا كان محظور عليهم إن هم يعرفوا أي حاجة عنها أو حتى الاقتراب منها. المهم، لوسيفر ساعد حواء، وحواء ما خبتش على آدم وقالت له: أنا كلت وإنت كمان لازم تشاركني وتاكل.
محدش يقدر يلوم آدم على اختياره، رغم إن آدم بيحب الإله جدا. بس هدية الإله لآدم بعد وحدته في الجنة اللي هي حواء ما ينفعش يضيعها بسهولة كده. لما الاتنين كلوا، أول حاجة عرفوها إن هم عريانين، جريوا يغطوا عورتهم يمين وشمال، يقطعوا من الشجر اللي هنا والشجر اللي هناك. فالإله ساعتها أطلع على آدم. آدم جري منه. الإله سأله: بتستحي مني يا آدم؟ قال له: لأ، خجلان إني عصيت أمرك. ساعتها الإله اتأكد إن هم عرفوا مقياس الصح والغلط، وعشان كده لوسيفر اتنفى مع آدم وحواء للأرض. جالب النور اللي كان كل همه على البشر اتجرد من سلطته واتشوه وفقد جناحاته، رمز ملكه وقوته. علاقة لوسيفر بالإله هي علاقة الابن الضال بأبيه تماما. هو بيحب الإله وبيحترمه، بس مش فاهم هو اتطرد ليه، ولهذا اتطور نوع من مشاعر الحقد والغضب تشوبها احترام وتقديس. هل عزازيل فعلا كان شر خالص؟ ولا كان فيه جانب تاني؟ جانب فضولي متمرد لكن عنده نية للبحث عن الحقيقة. شكرا جدا ان انتوا كنتوا معايا النهاردة. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو مع اصحابكم، وهستنى رأيكم في الكومنتات. اشوفكم الحلقة الجاية.